شوف يا سيدي، في أول أيام العيد كان يحصل مشهد مهم جدا في العصر الفاطمي. يقف الخليفة الفاطمي في النافذة بتاعة القصر ويرمي الدنانير على أهل مصر في الأعياد بالذات، يعني في عيد الأضحى الحقيقة، لكن كان الاهتمام في عيد الفطر بالكسوة زي ما احنا قلنا قبل كده، يوزعوا الملابس الجديدة، وكانوا حتى يسموا عيد الفطر عيد الحلل، جاية من حكاية الكسوة والملابس. لكن عيد النحر اللي هو عيد الأضحى، المشهد ده يحصل يرمي بقى الخليفة الدنانير الذهب. حاكم الخليفة الفاطمي ده كان غني، دولة عظيمة كانت بتحكم بقى مصر والشام وشمال أفريقيا والجزيرة العربية، كم من الذهب. حتى الخليفة الفاطمي اللي جه مصر أول واحد، المعز لدين الله، أول من حضر من الخلفاء الفاطميين، كان معاه كميات كبيرة جدا من الذهب، حملها على ظهور الجمال. كان حتى سبايك الذهب المصادر بتقول لنا قد الأحجار الضخمة بتاعت الطواحين، كل ده من الذهب. أضف إلى ذلك الذهب اللي كان بقى بيجي من التجارة الصامتة مع الأفارقة، والذهب اللي كان بيتم الحصول عليه من مناجم الذهب في مصر، والذهب كمان اللي كان بيطلع عن طريق السرقة من مقابر الفراعنة. كان بقى في جماعة في هذه الأزمنة مسؤولة عن تجميع حلي الفراعنة، الذهب والمجوهرات. ذهب في ذهب، دولة كانت غنية جدا وبذخ شديد جدا، اللهم فترات الشدائد اللي مرت بيها الدولة الفاطمية. فطبعا كان في تقليد بقى أرسوه بتوزيع العيدية، وكانت تسمى في الوثائق الرسوم على موظفي الدولة وعلى رجالات الدولة، تاخد لك فلوس كده تهيص بيها في العيد، ده البوكيت ماني بتاعك يعني. وكان حتى في الأعياد بتاعت المسيحيين تدق عملات كده معينة صغيرة برضو من الذهب، سموها الخراريب، الخروبة معرفش كام جرام ذهب كده، وتتوزع على المصريين حتى في أعياد المسيحيين. يعني في أعياد المسلمين والمسيحيين أيضا، بالذات خميس العهد ده كان مميز، كنا نحتفل بيه كلنا مسلمين ومسيحيين في العصر الفاطمي، وكان أهل مصر يسموه خميس العدس عشان يبقى عيد لينا كلنا، وتتوزع فيه الخراريب زي ما بنقول بمناسبة العيد. ومن هنا أرسل الفاطميين فكرة العيدية دي، اللي بعد كده طبعا بعد زوال الخلافة الفاطمية، الدول اللي جت بعد كده كانت بتهتم بصرف أعطيات للجند، يعني لرجال الجيش بالذات في العصر المملوكي، وبقت مسؤولية العيدية كلنا إلى الآن مستمرين فيها ومسؤولين عنها كأفراد، وبنهتم إن نوزعها على أولادنا وعلى أبناء إخواتنا، الإخوات والأعمام والخلان، كلنا بقت مسؤولية الأفراد توزيع العيدية بالذات على الأطفال الصغار، بدل ما كانت للموظفين ورجال الدولة في العصور الإسلامية. وكل سنة وانتم طيبين.